زي مثلا ما يكون في سيارات فارهه، وزي ما يكون في ساعات فارهه، في عطور برضو فارهه مش معموله لكل الناس. العطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. معكم إسماعيل أبو شادي، قناة عطور ريفيو، قناتكم المفضلة للزيوت العطرية والبرفانات والأدهان والمخلطات. زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو، النهاردة معانا عطر جميل جدا، عطر راقي فخم، عطر ممتاز، وهو عطر بلوند عنبر من كلايف كريستيان. العطر ده يا جماعة أنا شميته أول مرة كنت في مول من المولات، وبعدين بعد ما حطيت الريحة على إيدي يعني لفت انتباهي جدا جمال العطر. هو اسمه عنبر وبلوند عنبر، بس هقولكم بعدين ليه لفت انتباهي، لأن في اختلاف شوية في ريحة العنبر اللي فيه. العطر طبعا فخم جدا، كواليتي عالية جدا، حاجة صراحة ممتازة وراقية جدا. نبدأ الأول بالبرزنتيشن بتاع العطر. بيجي في علبة كرتون وجواها العلبة اللي انتوا شايفينها دي. بعدين بنفتح العلبة كعادة علب كلايف كريستيان، بنلاقي الشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي، الشكل ده. طبعا الازازة بتيجي 50 ملي بالشكل الجميل ده. الكاب المعروف الميتال، والسبراي المعروف بتاع فخامة عطور كلايف كريستيان. العطر ده اصدار سنة 2022. مكونات العطر كتير جدا جدا جدا، نقراها بسرعة وبعدين نسبراي مع بعض ونشوف انا حسيت بايه لما شميت العطر ده. عندنا طبعا الاوبننج او التوب نوتس في الرم، اللبان، البرتقال، الهيل، الفلفل الوردي، الزنجبيل، البرجموت، الجريب فروت. قلب العطر فيه الجريب فروت، خشب الصندل، الزعفران، الياسمين، السوسن. قاعدة العطر في فانيليا، تونكا، باتشولي، المسك، والنجيل الهند. تمام. ده بالنسبه لمكونات العطر. هنلاحظ ان هي مكونات كتير جدا، ومكونات متنوعه وجميله، ونوتس تحسسك وانت بتقرا المكونات بتاعه العطر ان هو عطر سهل الارتداء، واي حد ممكن يتقبل الريحه بتاعته. تمام. خلينا نشوف كده الريحه مع بعض. انا شميته، بس تعالى نجرب مع بعض كاننا بنشمه لاول مره. يا الله، الاوبننج بتاعه جبار جدا. هتشم ريحة الفواكه المجففة، هتشم ريحة توباكو، تبغ، هتشم ريحة سينامون، فانيلا، والعنبر خفيف قوي مش قوي. العطر ده بجد يعني شيك قوي، فخم، تحسه كده مش عطر يومي، عطر كده لمناسبات بعينها. العطر فعلا يعني في لمحات كريمية سويتية. الاوبننج حلو، الاوبننج متأكد انه ممكن يغري اي حد انه يشتري العطر. بس هو العطر طبعا مشكلته حاجة واحدة من وجهة نظري، ان هو سعره غالي. وهو عطور كلايف كريستيان معظمها غالية بس فخمة. وهو كده يا جماعة في بعض العطور يعني زي مثلا ما يكون في سيارات فارهة، وزي ما يكون في ساعات فارهة، في عطور برضو فارهة مش معمولة لكل الناس. العطر فخم راقي، عطر رواد اعمال فعلا. انا شفت فيديو لواحد من رواد الاعمال، اعتقد اسمه ايمان جادزي. الراجل ده من رواد الاعمال كده، عامل زي اندرو تيت والناس دي. اتكلم عن ان عطره المفضل عطر بلوند عنبر من كلايف. I go to my favorite scent
is Clive Christian Blonde Amber. عطر المفضل عطر بلوند امبر من كلايف كريستيان. انا حتى قريت في المكونات بتاعه العطر لقيت ان هو فيه حاجه اسمها البلوند توباكو. التبغ اللي فيه يا جماعه تبغ سويتي ريتش دافي. فهو ده لما انا قريت يعني ايه بلوند عنبر بلوند توباكو، ايه هو التوباكو البلوند ده، طلع ان ده ريحته كده بيكون تبغ ريتش، يعني تحسه كده فخم دافئ سبايسي، بيدي الشعور ده، وده الشعور اللي انا لمسه في العطر ده. تمام. فالعطر صراحه فخم. انا بشوف ان هو لو انت رايح ميتنج مهم العطر ده ليك، رايح مناسبه وعايز تبقى مميز في المكان اللي انت فيه وتبقى داخل بريحه جذابه، العطر ده مديح واطراءات كومبلمنت للصبح، وانا متاكد من ده لان هو سهل الارتداء، محبب لناس كتير، في نوتس كتير ناس بتحبها، ناس كتير بتحب النوتات اللي فيها سنة توباكو، ناس بتحب النوتات العنبر اللي فيه كمان مش عنبر نقدر نقول عليه عنبر يخليك تحس انه ثقيل او صعب الارتداء. في بعض العطور اللي بيكون فيها نوتة العنبر بيكون العنبر تقيل شويتين، لا العطر ده خريفي شتوي بامتياز، يعني الجو اللي احنا داخلين عليه ده هو ده الجو بتاعه. تمام. طيب من وجهة نظري ايه عيوب العطر ده؟ عيوب العطر ده حاجتين. تمام. سعره المرتفع ان هو معدي $400، بس لو عرفت تجيبه بخصم كويس يبقى تمام. الحاجة التانية اداؤه مش قوي، اداؤه يعتبر فوق متوسط، ولكن فوحانه وجمال الريحة متغلب على الكلام ده. وعايز اقول نقطة، على فكرة مش شرط العطر حتى لو غالي يكون اداؤه ممتاز. طب ما احنا عندنا عطور كتير، عطور جو مالون مثلا ريحة جميلة جدا ادائها مش قوي. في عطور كتير جدا لروجا دوف العطر بيكون اداؤه متوسط جدا وسعره مرتفع، بس الجودة التفرد كلام تاني. فمحب العطور مش لازم كل شويه يدور ايه فين الثبات والفوحان، فين الثبات في الوحان. طب ما في يا جماعه عطور تركيب ثباتها وفوحانها فوق الممتاز يعني، والريحه طبعا بتجيب صداع وبتجيب جيوب انفيه وبتجيب مشاكل في الصدر و لا ما تفكرش بالطريقه دي. هو العطر بيخاطب طبقه معينه، انا من وجهه نظري انا شايف ان هو بيخاطب الطبقه اللي يعني فوق المتوسطه والغنيه اللي معاه فلوس يشتريه يعني. وبالتالي لو واحد اصلا هو ريتش ومش فارق معاه العطر هيكون في شنطته، هو هيحضر بيه اوكيجن او مناسبه معينه مدتها ساعتين ثلاثه، سهره ميتنج عشاء بتاع، هيكفيه في الوقت ده. يعني هو يديك يعني مثلا تحس بريحه العطر 4 ساعات، على السكين من 6 ل 8 ساعات، فوحانه ساعة ونص ساعتين بالكتير. ده من وجهة نظري، بس ده ما يعيبش العطر ابدا. العطر جميل متفرد. الناس اللي بتحب التوباكو العنبر السويتي الناعم الجميل العطر ده ليك يا باشا. تمام. عايز حتة سبايسي في حتة السينامون العطر ده ليك يا باشا. خش حتى على الكومنتس الموجودة على فراجرانتيكا، الكومنتس اغلبها 80% منها او 90% منها بتتكلم ان العطر ممتاز وان هم مدمنين للعطر نفسه. لا العطر حلو وجميل ورائع، انصحكم تجربوه. او ده من العطور بقى اللي انا يعني طبعا في عطور كتير اقول لك خلي بالك العطر ده مش بلايند باي، ما ينفعش انك تشتريه شراء عمياني. ليه؟ لان ممكن ما يبقاش يعني متقبل من الجميع. لا العطر ده من وجهة نظري نقول 80% بلايند باي، 20% لازم تجربه. ده رأيي الشخصي يعني. تمام. وان شاء الله باذن الله يعني اللي جربه يكتب لي في التعليقات رايه ايه في العطر ده. كان معاكم اسماعيل ابو شادي قناه عطور ريفيو، وان شاء الله تكون المراجعه عجبتكم. المراجعه الجايه هتكلم عن في مراجعتين جايين، عطر جميل جدا بديل لعود ماركوجا من ميزون كارفيلي اكتشفته مؤخرا، وهتكلم بقى عن نقطه وهيكون فيديو طويل هتكلم فيه عن العطور المقلده والمستوحاه والعطور التركيب والكلام ده، وهتبقى حلقة كده جدلية نقاشية. السلام عليكم، بالتوفيق.